والشعب الجزائري هو الذي أهدى هذا الوطن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استرجاع السيادة الوطنية. فقال مرشد الجزائر مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الاستقلال: يا محمد مبروك عليك، الجزائر أرجعت لك، فإن الجزائري لم يجد أعز من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهدي إليه تراب الجزائر وسلاوة ماء الجزائر وتاريخ الجزائر لنحمل. فتراب الجزائر يغذينا في الحياة ويأوينا بعد الممات، هواؤها متنفسنا وماؤها الزلال مشربنا، لا وطن لنا سواك يا جزائر. ارفعوا أيديكم بالدعاء: اللهم تقبل منا صالح الأعمال وبلغنا مما يرضيك عنا الآمال. اللهم وحد صفنا واجمع كلمتنا ولم شملنا وطهر قلوبنا من منكرات الأهواء ورذائل الأخلاق. ترك العيش في المغرب والهجرة إلى الجزائر، مدركا مبكرا أن الظروف في المملكة المغربية غير مواتية لعيش كريم. مشاهدي متابعي قناة الزاهرة تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. خوتي شكرا بزاف على التعليقات ديالكم، شكرا بزاف على الرسائل ديالكم اللي كتجينا في الواتساب او اللي كتحط في اسفل الفيديو. الله يخليكم ليا، ولولا نتوما ما غاديش نوصلوا، ولولا نتوما ما غاديش نزيدوا لقدام. خوتي غنناقشوا واحد الموضوع واحد من المواضيع اللي غنناقشوا اليوم. شوفوا معايا الفرق ديال هاد الصورتين اخوتي مزيان، وكنتمنى الجاره والنظام اللي كيهضر على المغرب وكيطيح بالمغرب يتصنت ويشوف هاد الصورتين واش كاين شي فرق او ما كاينش الفرق. 72 سنه، الاولى ديال الجد والثانيه ديال الحفيد. الجد اللي هو محمد الخامس الله يرحمه ويوسع عليه، والثانيه ديال الحسن الثاني ملكنا الراحل الحسن الثاني الله يرحمه. يعني حتى حاجه ما تغيرات، حتى حاجه ما تبدلات في هذه الصوره هذه الا حاجه وحده: المكان والزمان والاشخاص. هادشي اللي تبدل في هذه الصوره، اما الجوهر ما كيتبدلش، كيبقى كما هما. هادو هما ملوك المغرب، الله ينصرهم والله يرحمهم. الله يرحم الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني، ويخلي لنا الملك ديالنا ويطول في عمره ويعطيه صحته، ويحفظ لنا البلاد السعيده ديالنا من كل شر او سوء او حسد او حقد من الناس الحاقدين والناس المسمومين. والعادات والتقاليد كيورثوها، ماشي كيسرقوها كما كديروا نتوما. اي حاجه من عادات وتقاليد المغاربه كتسرقوها وكتخونوها وكتحطوها لكم وكتقولوا بين راه ديالكم، ولكن الحمد لله حتى حاجه ما تبدلات من العادات والتقاليد المغربيه، وحتى حاجه ما تبدلات من العادات والتقاليد ديال الملك ديالنا وديال جدودو وديال والديه. يعني داكشي من زمان وغاديين به من زمان. ما قلت لكم كيتبدلوا الاشخاص والزمان هما اللي كيتبدلوا. صور اخوتي ما سلمناش من هضورهم ومن كذوبهم ومن مشاكلهم، ما سلمناش منهم حتى نهار العيد. يعني العواشر والناس كيتسامحوا، الناس كيزيانوا، اللي دار شي حاجه دار شي واحد يتسامح معاه. حنا ما سلمناش من داك الشيء سبحان الله العظيم. حتى نهار العيد قالوا حقا حنا ماشي الدوله الوحيده اللي معيد اللي معيده. يعني كاينين دول معانا اللي ما عيدوش تعيدوا معنا حنايا. ناضوا قالوا ما بان لهم غير المغرب بوحدو. حق المغرب الصحافه ديالهم الصحافه الجزائريه ما كيبان لها حتى شي حد، حتى دوله ما كتبان لها الا المغرب هو اللي كيبان لها الوحيد اللي كتقلبني نضربو. سبحان الله العظيم دائما عاطيهم. انا ما فهمتش علاش هادشي كله، ولكن هادشي حنا ما غاديش نلوموهم، لانه هادشي كيجي من النظام الحقود والنظام الخايب
والنظام الجيعان والنظام اللي فيه زهايمر. داكشي علاش هو كينوض وكيبقى كيبان دابا عقل على داكشي قديم على المغرب. دابا ملي يشرفوه ترك ولا كيبان ليه المغرب. سبحان الله العظيم، ما كتبان لي حتى شي حاجه اخرى الا المغرب. كيضرب دوره ويضرب المغرب. ونزيدكم انه وقفه عرفه من مناسك الحج، يعني تنحصر فقط في مكه المكرمه. ها وحده. ثانيا عندنا العيد يوافق 10 من ذي الحجه، يعني وطبعا نتوما راكم مكلخين يعني، وما عرفت كاع منين جايين نتوما، ما عرفتوش عندكم العجينه في دماغكم ولا سميتو التكلاخه بعينيه. يعني هلال الشهر، يعني كل دوله كتختلف من دوله، فهمتوا؟ يعني ما بقاش تدخلوا شي في شي، راه كتختلف من بلاد لبلاد. ثالثا المغرب ماشي بوحدو اللي عيد، يعني موريتانيا ماليزيا تركيا وبزاف ديال الدول اللي عيدوا معاه. نتوما كيبان لكم مع المغرب بوحدو. اسيروا تقراو شويه ووعيو راسكم وتقفوا راسكم، ما بقاش تجبدوا اي حاجه تجبدوا المغرب، يعني اي حاجه ضراتكم جبدوا فيها المغرب. ونزيدكم انه العالم الاسلامي كله كيشهد على المغرب، على دقه المغرب في مراقبه شهر، يعني الهلال اي عيد او رمضان او يعني ما عندكم منين تدخلوا المغرب. ولكن الصراحه صعيب باش نشرحوا لكم نتوما مكلخين وما فاهمين، صعيب، لانه حنا ما بقاش غنبداو نهضروا مع ناس مكلخين ما عندهمش حتى ذره ديال الفهم او ذره ديال الوعي. سيروا تقراو عوض تقابلوا المغرب، سيروا تقراو، سيروا تكتشفوا، سيروا وفروا للشباب ديالكم ساكن فين يقرا، سيروا وفروا لهم فين يعرفوا. الحمد لله المغرب ما عندكم منين تدوزوا ليه، يعني مشهود عليه، ما تدخلوش على المغرب. ان الاعلام ديالكم كله كذوب، ما كيلقى ما يدير كيبدا يكذب، ما كيلقى ما يكتب، ما كيلقى ما يدير كيدير ها كيبان ليه المغرب عطاو للمغرب. غنشوفوا المغرب نعطيو العصا باش تعرفوا بانكم مكلخين وهمجيين وما عندكم ما تقولوا وراسكم عامر بالخوال خاوي بالفرشي، هكا كنقولوا حنايا. ونزيدكم وصلت بكم الوقاحه خوتي، تصوروا وصلت بهم الوقاحه انهم توصلوا لاقدس بقاع، يعني تقعدوا وتالفوا قصص خياليه. اكيد الاغلبيه خوتي فيكم شاف داك الفيديو ديال داك فضيحه ديال الامام الجزائري بعرفات. شفتوا شنو دار؟ شفتوا الضحكه اللي دارت؟ هادشي كيضحك والله، حتى كيضحك وفي نفس الوقت كيبكي، لانه ما خليتو حتى شي بلاصه، ما مشيتو غير لديك البلاصه المقدسه اللي الناس كيحلموا بها، والناس حلم الوحيد ديالهم يوصلوا ليها وتقربوا من الله سبحانه وتعالى. مشيتوا لتما وقعدتوا كتخايلوا وقعدتوا كتماجينيو وقعدتوا بوحدكم كتجيبوا تحطوا يا الكذابه يا الصحافه الكذابه يا اللي ما عندهم ما يدار، اللي ما عندهم ما يعطيو. تصور اخوتي كانت عندهم واحد الاغنيه اللي سميتها كانت قديمه عندهم، اللي هي كتقول يا محمد مبروك عليك الجزائر رجعت ليك. خداو هاد الاغنيه هذه وتصوروا في الخطبه هذه، في الخطبه ديال عرفه ناضوا قالوها وكيبكيو عليها، والناس اللي كيصليو كيبكيو حتى هما، قالك غاديين معاه في بالو ومتيقينو وجلسوا كيبكيو. ديك الساعه هزوا البنادر والتعارج وشطحوا. نوض الله يقل لكم العرض، ما بقى لكم هذيك البلاصه المقدسه هي اللي بقات لكم. ما عرفت مالكم واش نتوما ما عرفت كاع باش تعرفوا راه ما قاريين ما واعيين مكلخين. ويلي في الخطبه بعرفه ما لقيتي ما دير، قعدتي جبدتي هذيك اغنيه قديمه عندكم ودخلتوها في الخطبه والناس يبكيو وخنينهم غدا تسيل ومسيقين هذاك الهبيل ديالهم. واش هادشي ماشي منكر؟ خوتي شنو بان لكم في هادشي؟ اخوتي المغاربه شنو بان لكم في هاد المهزله؟ اشنو بان لكم في هاد الخزعبيلات؟ اش بان لكم في هاد الضحك؟ والله الا هادشي اللي كيضحك. وباش كملتها وجملتها ديك القناه ديالهم اللي حاطينها الكراغيره، حاطه النظام العسكري ديالهم خاصه بالمغرب، يعني حاطينها على المغرب، يعني تبدا تعطيها المغرب. جايبين واحد كيقول لك انه جزائري يمثل هو جزائري وكيمثل انه مغربي. شوفوا الوقاحه فين وصلت. شوفوا خوتي معايا الفيديو ونعاودوا نرجعوا. ترك العيش في المغرب
والهجرة إلى الجزائر، مدركا مبكرا أن الظروف في المملكة المغربية غير مواتية لعيش كريم. نعيشوا غاية. بانت لي دخلت لهنا، كان عندي واحد صحابي كان ديجا خاصنا خالي كان هنايا عايش كي شغل. مين جيت مع خالي ما خلانيش كي شغل مزوفري، داني معاه للدار، قعدت معاه في الدار. كي اللي قعدت معاه في الدار كبرت الحياه هكا، وليت كي شغل كي دارنا كي دارنا تعاش نتلاقى مع هذا مع هذا مع هذا مع هذا. ولفت هنايا صاي، ولفت قعدت، وليت المغرب نروح لها غير من العام للعام. دروك انا كيف خيرت هنايا انا لقيت غير كيما الجزائري كيما المغربي. بالله عليكم اخوتي المغاربه، واش مغربي كيقول مغربي؟ واش كاين شي مغربي كيقول هاد الكلمه هادي؟ شتي ولو يكون عايش في الجزائر، عايش شنو 30 عام تزاد في الجزائر، او مشى خدم في الجزائر وجلس 40 عام، ما يقولش مغربي، ما يقولهاش نهائيا مغربي. المغربي كيبقى مشبت بالطريقه باش كذا باللهجه ديالو باش كيهضر، ما كيمشيش وكيبدل هضرته. دي المغربي فين ما مشى كيبقى مغربي، سواء في النطق ديال في اللهجه ديالو، سواء في فعيله، سواء في حركاته، سواء في تصرفاته، كيبقى المغربي هو المغربي. واكيد شاهدين عليها الجاليه المغربيه اللي خارج المغرب. هادشي كله كذوب، وهادشي كله سينما، وهادشي فعيل بهذا اللفظ هذا، فعيل البراش، انكم كديروا فعيل براش، فعيل ماشي دري صغار. بهذا اللفظ غنقول لكم فعيل الشمكاره، فعيل واحد الانسان ما عندوش العقل، فقد العقل ديالو وفقد الوعي ديالو، وراسي نورمال انتم فاقدين اصلا العقل، لانكم كبرانات شارفين هاترين، العمر ديالكم ما عرفت كاع فايت قربتوا 100 عام، سي نورمال غديروا هكاك لانه عندكم زهايمر عاكاسين وكتهضروا. مشاهدي متتبعي قناه زهيرة تيفي، نتمنى تخليوا لي التعليقات ديالكم، نتمنى تخليوا لي اخوتي لي كومونتير ديالكم، وتخليوا لي وما تنساوش جيم عافاكم. وشكرا بزاف، وشكرا على الرسائل ديالكم، الله يخليكم ليا، والى اللقاء في موضوع اخر ان شاء الله بمشيئه الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.